اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متتبعاتي الوفيات دائما في مطبخ أم نزيه في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة السفنج. شوفوا ما شاء الله، يعني وصفة بالسميد فقط وتجي من أروع ما يكون، يعني كما تعودناها بالبغا ميكسور، وفعلا صدقوني النتيجة خيالية وبكمية كبيرة. بالنسبة لي تحب الكميات الكبيرة راح نبدأ على بركة الله في المقادير. أنا اليوم كيلت بالمكيال، تحبوا تكيلوا بالكاس. أنا هنا كنت عندي كمية كبيرة كنت خرجتها صدقة يعني المدرسة القرآنية تاع ولادي، يجعلها كما نقولوا معروف مقبول إن شاء الله. هنا درت 4 كيلات من الكبار، هذاك القرفية الكبيرة كامل نتاع الشوربة. سميد هنا الأملس نتاع المطلوع، درت 4 من الكبار هذون، 4 كيلات نتاع السميد. حاولوا تقربلوه، يعني اون كاكش ما فيه حاجه. أنا هنا السميد راني شريته بالميزان. يعني النتيجه نتاعو كما قلت لكم هنايا السميد راهو موش من النوعيه الجيده، بصح النتيجه فعلا جات تستاهل التجربه. يعني تعرفوا باللي الوصفه في حد ذاتها راهي ناجحه مليون في المية مهما كانت نوعيه السميد. هنا بعد اللي حركت مليح هذوك 4 كيلات مع بعض، عندي هنايا ملعقه ونصف كبيرة نتاع خميرة الخبز. علاه درت ملعقة ونصف؟ لأنه الكمية عندي كبيرة. إلى عندك كمية عفوا قليلة ديري ملعقة واحدة تكفي. درت ملعقة نتاع سكر، وهنا راح نديرها في صحن واحد آخر باش كي تفيض لي في الصحن هذاك ما تفيضليش في الأرض أو في عفوا في الرخامة. يعني حتى وقطيتها وزدرتها في صحن واحد آخر. نجي هنايا للسميد تاعي واش درت له. هنا ذوك 4 كيلات درت لهم 6 كيلات نتاع السميد. نحرك فيها مليح. تحبي ديري 4 كيلات مثلا كيما نقولوا ب5 كيلات، ولكن هنا البغا ميكسور تاعك رايح يخسر لك من انه الخليط يكون ثقيل عليها. انا خففت لها الخليط ومن بعد زدت له الفرينه من بعد في التالي. هنا درت 4 كيلات كما راكم تشوفوا نتاع سميد، ودرت لها 6 كيلات نتاع ماء دافي. درتو دافي شويه، ما درتوش يعني كما نقولوا بارد ولا سخون، عادي دافي. هنا نحرك حتى يصير للخليط نحسو اثقل شويه من خليط البقرير، يعني يكون شويه ثقل منه، ما يكونش كما هو، يعني شويه اثقل. هكذاك باش نساعد البغا ميكسور تاعي يرحي لي بلا ما يفسد لي. يعني انني ما رحيتوش بيد مره راكم تشوفوا انني دايره تسريع، يعني نرحي شويه ونحبس نخليه يبرد شويه باش ما يخسرليش. نرحي شويه ونخليه يبرد. ثم الى عندكم كميه قليله نتاع الكاس بركي كملوا عادي. نكمل كامل كما راكم تشوفوا. وانا هنا درتها في البورتمونجي ما نضلش ننقل فيها كما نقولوا من صحن لصحن ومن قصعه لقصعه. هنا الخميره راني زدتها بعد اللي فاضت، زدتها كامل وراني نضرب. انا رايحه نحبس، من بعد رايحه نزيد الفرينه تقريبا درت لي 4 كيلات. ثم الا درتو بالكاس يعني ماذا بكم المره الاولى سيو كميه قليله. ونجو كي نجي ندخل فيه، يعني هذا السر الثاني، حاولوا انكم تدخلوا لها الهواء، يعني تضربوها. دوك نوريكم نبطئ لكم في الحركه باه تعرفوا شاني نقصد. يعني كشغل نخبطوها كما تعودنا هكذا كما راكم تشوفوا. ندخل الخليط في نفس الوقت راني نتفقد في الفرينه في الاسفل، بالك راهي مكعوره لتحت كامل لازقت لي. لهذا نحاول اني نخلط كامل المزيج من الاسفل الى الاعلى ونخبطه في نفس الوقت. كشغل ندخلها في الهواء. انا هنا ايدي اليمنى راني ما نقدرش نكمل بها الخدمه، راني نخدم شويه قدامكم. هنا راني زدت الملح. هنا في هذه الكونتيتي تقريبا راني درت ملعقه ونصف تاع ملح. ثم الى كميه اقل نقصوا الكميه تاع الملح باش ما يجينيش مسوس. السكر ما تكثروش باش ما يحمر لكمش في الزيت قبل لا يطيب. شوفوا نحاول ندخل كما قلت لكم وفي نفس الوقت راني ندخل في الهواء. يعني انا نحب نخدم بزوج يدين بس ما نقدرش نتكل على اليد اليمنى. شوفوا كيفاش راني نحاول ندخل ونضرب، يعني نحاول ندخل الهواء هذاك مع الفرينه. شوفوا كيفاش كيما هاك ضروري ما نخليش الفرينه في الاسفل. ثم الى كميه قليله راح تجيكم سهلا، يعني خلاص كاع. هذه بما انها كميه كبيره تقريبا جاتني قريب 100 حبه يا البنات. يعني كم شفتوا في بداية الفيديو هذيك راهي ربع الكمية فقط. يعني خدمت شوية وقلت نصور لكم قبل لا نبعثها، لاني تعرفوا يدي فيها من العجين. هتلاش وصورت لكم هذيك
من بعدها راني زدت الرابعه وراني نضرب فيها كما تشوفوا الفرينه. دائما الفرينه على حساب الفرينه اللي عندكم، كاينه اللي تشرب ما تحتاجيش كامل ديري ربعه، يعني تتبعي الفرينه نتاعك. يعني المهم الخليط يولي شوي شاد روحه، ما يوليش عجينه، يولي سائله شويه، اثقل من الخليط البقري بشوي. دوك نوريكم كيفاش. بعد كي نكمل هنايا البنات، انا بما انه ما كانش عندي الوقت، واش درت لها كي قطيتها رحت حطيتها في الحوش وين كاينه السمش. يعني عندي طاقه مقابلتها السمش، حطيتها حتى لقيتها فاضت كامل. سبحان الله ما كاينش حتى 20 دقيقه خصوصا راني لقيتها تالمو بهذيك السخانه طلعت ثمثم. هنا رايحه نعاود نضربها بزوج يدين باش ننزل لها الخمور تاعها هذاك. شوفوا كيفاش راه العجينه نتاعي ليسو ملسه، لاني المره الاولى ضربتها مليح خليتها حتى ولات ملسه باش خليتها تختمر. انا مانيش رايحه نضربها ونعاود نزيد نخليها تختمر، لا لا، انا اكتفيت بمره واحده ياسر. نجو للسر الاخر، بما انه عندي كونتيتي كبيره واش ندير، نجي نقرص يعني بالحبيبات. انا عندي 7 حبات والاخرى درتها في الثلاجه باش نحبس لها الخمر، مانيش حابتها تزيد تختمر وتخسر لي العجينه. درت قرصت هنايا يعني تقريبا 7 حبات ولا 8 ونتي تقدروا تطيبوهم. انا هنا قدامكم طيبت في مقله واحده، ومن بعد كي حبست التصوير واش درت، رحت جبت 2 مقالي واحد اخرين وعدت نطيب في 3، نطيب منا ومنا باش كملت يعني في الوقت المحدد. نجي نفتحها يعني بالاستعانه بالماء او بالزيت. لو كنتي مبتدئه انا ننصحك بالزيت باش ما يطرش عليك الماء، ولا كنتي تعرفي لا ديري الماء. انا هنا ندير في الماء، يعني الماء يجيني اسهل. نجو المقلاة فيها شويه بركي نتاع زيت البنات، راهو ماهوش ياسر بها المقلاة، بركي صغيره عندي هنايا ترفد لي حبه، ما نشتيش نقلي في المقلاة الكبيره. نحاول اني نميل المقلاة يعني وندور في نفس الوقت في الحبه هذيك، ما نبداش نرمي في الزيت حتى نشوفوا خذالون من الاسفل يعني ولا لونه احمر، ثم باش نبدا نرمي في الزيت. شوفوا كيفاش راهو يدير في الفقاعات هذوك به ما شاء الله خامر مليح، وفي نفس الوقت عجينه ناجحه ما شاء الله. كي نقلبها ندير في ديك الثقبه اللي في الوسط شويه زيت بركي، تحاولوا تحمروها بالجوانب اللي كنتوا تشتوها حمراء ثاني في الجوانب، ولكن هي راهي ناجحه ما شاء الله. حتى وما تحمروهاش راهو طايب يهبل. تعرفوا باللي السفنج تاع السميد ما يشبعش منه، ماهوش كيما تاع الفارينه يعني تضربي طعمه ومن بعد تصرعي. هذا راهو كيما نقولوا ما شاء الله، يعني راه صدقوني كي تذوقوها تعرفوا شاني نهضر. يعني عادة السفنج تاع الفارينة هذاك اللي نشروه من برا، ما نقولكمش هذا راهو كيما اللي يتباع برا، مستحيل. هذا راهو خير من اللي يتباع برا، لانه اللي يتباع برا راكم شفتوا فيه فريق مخدوم بالفارينة بركي ويجي يابس في الوسط، يعني كي شغل تتقرمش ولا ما فهمتش، وفي نفس الوقت تعود شاربه الزيت ياسر. هذه ما هي شاربه الزيت نهائيا، تاكلي يعني 2 حبات 3 حبات وما تحسيش كامل، يعني ما تدوخيش. شوفوا هنا راني نرمي في الوسط، بعدها نقلبها. تحبوا الجوانب هذيك تحمروهم يعني اختياري. قلت لكم انا قليت في 3 واحد اخرين من بعد كي لقيت الوقت يعني لحقني ما راح عليا، بما انها كميه كبيره قلت لكم والله قريب 100 حبه. يجعلوا معروف مقبول ان شاء الله، كما يقولوا بارود الصالحين ان شاء الله يا ربي. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله النتيجه فخمه، يعني راكم شفتوها في بدايه الفيديو والله تاكليه بعينك. شوفوا هذيك الفقاعه اللي في الوسط، نحاول اني ندور السفنج، ندور من نرميش حتى نشوفوا خذالون من الاسفل، بعدها نرمي. كي نبدا نرمي ويطلع لي شويه ساعتها نقلبها. النار راهي متوسطه يا البنات، انا درت لكم 2 حبات ولا 3 باش تشوفوها فقط. بعدين نكمل الكميه، روحي نزيد نعاود ندير 2 مقاله ولا 3 باش نقلي في قرضي، كملهم ثمثم كما نقولوا. شوفوا ما شاء الله. يعني تاع السميد كما قلت لكم تاع يعني هي نورمالمون اصلا يعني كما نقولوا السفنج يجيب السميد احسن، يعني احسن من الفرينه. هذه هي النتيجه تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يا اخواتي تعجبكم الوصفه كما عودتوني دائما. ما تنساوش الجام، ادعموا القناه، وما تنساوش تعليقاتكم الطيبه اللي تحفزني اكثر فاكثر. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.